النهارده ان شاء الله هنعمل فطار اول يوم رمضان. كل سنه وانتم طيبين. اول حاجه كده هنسمي الله ونصلي على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اول حاجه طبعا هنبدا بها هي العصير. معايا كده البلح او التمر، كسرته كده وشلت النوى اللي فيه، وبعد كده غسلته كويس عشان لو فيه رمل او اي حاجه لازم تغسليه كده كويس. بعد كده جبت تين، اللي هو التين المجفف، برضو قطعته كده مكعبات صغيره، ما تسيبيش الواحده بوحدتها لان لما بتحطيها في الميه بتنفش وبتزيد. وبعد كده برضو غسلته، اي حاجه مجففه بنغسلها عشان طبعا بيكون عليها اتربه، فاغسليها عادي مفيش اي مشكله. هنا بقى كنت غسلته، وبعد كده جبت مشمشيه هقطع الواحده برضو نصين، لان برضو زيها زي التين لما بتحطها في ميه بتنفش، فبتسيبها الواحده بوحدتها كده فبتكون حجمها كبير جدا. فقطعها كده الجزئين، هتبقى معاكي برضو بتزيد في الميه لكن حجمها يبقى ايه وسط كده كويس. قطعت كده كله زي ما انتوا شايفين. بعد كده بقى احطه في الشفشق. حطيت المشمشيه وحطيت التين، وهحط البلح زي ما قلت لك لازم نغسله كويس. وبعد كده هحط شويه من الزبيب ومعلقتين اتنين من السكر، لان التين مسكر والبلح مسكر، فاحط بس معلقتين اتنين من السكر عشان ما يكونش ايه البلح مسكر معاكي قوي. بعد كده زودته ميه. خلاص كده تمام. هنعمل بقى كمان نوع من العصير كده. عملنا اول نوع، هنعمل اللي هو التمر الهندي. حطيت كده برضو معلقتين من السكر، واحط 4 معالق من التمر، وهنا ما كترتش السكر علشان التمر فيه سكر. وهزوده ميه وهقلبه وخلاص، وهشيله في التلاجة يسقع. وكده خلاص خلصنا العصير بتاع النهارده. زي ما قلت لكم هنعمل وصفات سهله وبسيطه، مش هتقفي في المطبخ كتير. ندخل بقى على اول وصفه معانا، المحشي. معايا حله فيها ميه بتغلي على النار، حطيت فيها شويه من الملح، ومعايا كيس من ورق العنب. ورق العنب ده طبعا اللي هو الفروزن، شارياه من بره من السوبر ماركت. بس بياخد وقت شويه في انك تسلقيه علشان الورقه بتاعته بتكون ناشفه وبتحسها مجلده، فاسلقيه كويس. لو انت جايباه من بره اسلقيه كويس، لكن اللي انت بتكوني مفرزاه في البيت بتحسيه ان هو طري واحلى من اللي بيجي من بره. بعد كده جبت بصلتين فرمتهم في الكبه فرم خشن، يعني ما نعمتهمش قوي. وحطيت معلقتين صغيرين من الملح، ومعلقه من الكمون، ومعلقه من الكزبره، ومعلقه من السبع بهارات، ومعلقه من البابريكا. ودي كل البهارات اللي احنا حطيناها على المحشي، فلفل اسمر وكمون وكزبره وبابريكا. هدعك البصل، والخطوه ديت هتخلي البصل ميته تنزل ويدي معاكي طعم حلو قوي في المحشي. دي افضل طريقه انا عملتها في ورق العنب، يعني جربت طرق كتير لكن دي الطريقه المحببه لقلبي اللي انا بعملها، بتدي المحشي معاكي طعم حلو. وبيكون في تريكات مختلفه كده عن المحشي اللي انت بتبقى محمره له البصل او عاملاه ني في ني. الطريقه دي حلوه جدا. خلاص كده غسلت 3 كوبايات من الرز، صفيتهم كويس من الميه، لازم تصفيه كويس من الميه عشان ما يكونش مي معاكي كده. وبعد كده حطيت معلقتين من الصلصه، وهنا بقى كنت فارمه شفشق طماطم في الخلاط، حطيته على البوتاجاز نشف، الميه اللي فيه نشفت. بعد كده هبدا اقلبه زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده. شايفين ما شاء الله اللون بتاعه عامل ازاي. هنزل عليه بشويه من الزيت، وهحط بقى شبت وكزبره وبقدونس. هحط 3 انواع من الخضره، شبت وكزبره وبقدونس. وهقلب كده كويس، وكده خلطه المحشي تمام معانا جهزت. خدت هنا بقى معلقتين من دبس الرمان. دبس الرمان هيدي للمحشي مزازه وهينقله في حته تانية خالص. وقلبت كده كويس. وهنا بقى كان الورق كان اتسلق كويس وغسلته. طبعا لما بتيجي تحشي ورق العنب بتحشي كده بيبقى فيه جهه خشنه وجهه ناعمه، انت احشي على الجهه الخشنه وخلي الجهه الناعمه هي اللي بره. ولازم تقفليه كويس من الطرف، من الطروف الاتنين، تتنيهم كده وتلفيه كويس علشان ما يفتحش معاكي ويطلع رز. وان شاء الله هنخلصه وهيستوى معانا ومش هيطلع ولا حبايه رز. لفيه بس بنفس الطريقه كده، هتلاقيه مش هيفك معاكي خالص. وهتبقى كل واحده ماسكه نفسها، مفيش رز خارج من المحشي. طبعا هخلص نفس الكميه، كل الكميه بنفس الطريقه. بس لو عجبتك بقى الطريقه ما تنسيش تعملي لايك وشير وسبسكرايب وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديده. خلاص هنا بقى كنت بدأت ايه ان انا اعمل معاكم كام واحده، وهكمل الباقي عشان ما اطولش عليكم الفيديو. هنا بقى لفيت ورق العنب كله، جبت اللحمه، خدت معلقه من الملح، نص معلقه من الفلفل الاسمر، نص معلقه من بهارات اللحمه. دعكت اللحمه كده بالتوابل، وهروح على النار هحطها زي ما انتم شايفين تتشوح وتاخد صدمه كده، بتغير اللون بتاعها. تقلبها على الجهتين تغير كده لونها من فوق ومن تحت. خلاص كده قلبيها كده مرتين 3 على كل جهه لحد ما تغير اللون بتاعها.
هنا بقى بدأت بقى إيه أعمل العنقود بتاع ورق العنب ده. لما بكون شارية ورق عنب ومخزناه، أنا كنت مخزنه طبعا بس خلص، بشيل العنقود اللي فيه ده وبحطه في كيس عندي في الفريزر، وما باجي اسلق ورق العنب بروح حاطاه في الميه بعد ما بخلص سلق. وقطعت بصلايه، وبعد كده رصيت اللحمه، وهبدأ ارص بقى ورق العنب زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده. رصيه بقى بطريقه كويسه عشان لما يستوي وتيجي تقلبي الحله تلاقيه متناسق كده كل زي بعضه. فلازم ترصي رصه كويسه كده. بحط كده في حوالين اللحمه الحتت اللي هي خاليه في الحله، برص فيها، وبعد كده هرصها كويس. خلاص شايفين الرصه بتاعتها عامله ازاي؟ خلاص كده تمام. إيه كده خلاص انا خلصت المحشي. هسيبه شويه طبعا، مش هولع عليه دلوقتي. هروح كده على النار، خدت شويه من الزيت وهنزل فيهم بربع كيلو من اللحمه. اشوح كده اللحمه واعصجها كويس لما تغير اللون بتاعها. هفرم بصلتين برضو في الكبه وهنزل على اللحمه. وهنا بقى لما بتحطي بصل، لو عاوزه تزودي البصل مع التعصيج بتاع اللحمه، البصل بيسكر العصاج بتاعك، بيخلي العصاج مسكر. فحطي بقى البصل اللي انت تحبيه، واحده اتنين تلاته. انا عملت ربع كيلو، هحط عليهم بصلتين فرمتهم برضو في الكبه ونزلت بهم زي ما انتم شايفين كده. هنا بقى هحط ملح وفلفل اسمر وبابريكا وشويه من بهارات اللحمه. مش هحط بهارات اكتر من كده عشان ما نضيعش طعم اللحمه. خلاص كده حطيت البابريكا، فلفل اسمر، نص معلقه صغيره خالص من بهارات اللحمه، ومعلقه من الملح، وخلاص كده تمام. هزود بقى معلقه صلصه عشان تغير لون اللحمه معانا. وحطيت الاول قرن فلفل مقطعه كده قطع صغيره، وبعد كده هنزل بمعلقه الصلصه. وكده يبقى العصاج تمام جاهز معانا. خلاص كده تمام. معايا بقى هنا لفه من الجلاش. هجيب صينيه، اعملها في صينيه مدوره، عايزه تعملي برضو في صينيه مستطيله زي ما انت عايزه. خلاص جبته كده وفردته، وهحط الصينيه عليه. وهبدا اقطعه بقى، اقطع على حجم الصينيه. طبعا الحاجات الزياده اللي انا هشيلها دي مش هرميها، انا هشيلها في كيس واحطها في الفريزر، وان شاء الله هعمل معاكم بيها وصفه، يعني مش هنرمي اي حاجه. مفيش حاجه بتترمي. خلاص كده تمام. هنا بقى معايا نص كوبايه من السمنه او زبده. حطيت عليها نص معلقه كده من البيكنج باودر وقلبتها. وبعد كده خدت معلقتين كده ثلاثه حطيتهم في الصينيه من تحت، وبدات اوزعهم في الصينيه. وهبدأ بقى ارص الجلاش. طبعا لو حطيتي 5 طبقات جلاش تحت وبعد كده حطيتي اللحمه تحطي 5 فوق. حطيتي 6 تحت حطي 6 فوق، يعني اقسمي العدد بالنص كده علشان تكون الطبقات متساويه زيها زي بعضها. طبعا طبقه بحط وطبقه مش بحط سمنه عشان مش عايزين فيها دهون كتير. هنا بقى جبت اللحمه وهبدأ افردها زي ما انتم شايفين. فردتها كده كويس في الصينيه. وهنزل بباقي طبقات الجلاش. اعمل كل الكميه كده بنفس الطريقه زي ما انتم شايفين. قلت مش هنعمل وصفات كتيره احنا. طبعا بنكون صايمين، ما بيبقاش فيه الواحد يعني لما بيقعد يفطر مش بياكل كميه اكل كبيره، فما تعمليش اكل كتير ويترمي. وطبعا لو انت مزوده كميه الاكل وتبقى عندك اكل طبعا هتشيليه لتاني يوم. يعني الحمد لله ما نرميش اي حاجه. كل حاجه بقت صعبه وكل حاجه بقت غاليه. فلازم اي حاجه ما تترميش عشان كده حرام. فانت لو اتبقى عندك اكل هتشيليه لتاني يوم، هتحمري معاه طبق بطاطس، هتسلقي جنبه حته لحمه، هتسلقي جنبه فراخ، تعملي اي حاجه. المهم ان انت تعملي الاكل على قد ما ترميش اي حاجه. خلاص قطعت كده الجلاس زي ما انتم شايفين، وجبت هنا بيضه مع كوبايه من الحليب، وباقي السمنه اللي انا كنت عامله فيها البيكنج باودر حطيت فيها نص معلقه من الملح ورشه كده من الفلفل الاسمر وقلبتهم. وهنا كمان ممكن تستغنى عن البيضه، لو مش حابه ان انت تحطي البيضه حطي الحليب بس. كده هدخلها الفرن على درجة حرارة 180. خرجتها من الفرن طبعا، بس الكاميرا كانت فاصلة وانا مخرجاها. شايفين ما شاء الله الجلاش من فوق ومن تحت لونه عامل ازاي، وكان مورق وكان خفيف وكان طعمه جميل جدا. هنا عملت سلطة بقى ومخلل، والمحشي كمان كان استوى. قلبته زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده، بس كان سخن طبعا، اللحمة كانت مستوية جدا. بدأت اشيل العنق بتاع ورق العنب. وخلاص فضيت الشوربة، ودي كانت وصفة النهاردة. ان شاء الله
إن شاء الله تجربوها، يا رب أكون أفدتكم ولو بمعلومة، وربنا يحسن ما بين إيديكم، وأشوفكم في وصفة جديدة على خير، ومع السلامة.